اتصال. طبعا امي تاركتني 25 يوم ما تكتب لي في الواتساب هلا كيفك مشان الله ردي شو اخبارك. طبعا امي تتكلم سوري، علمتكم السالفه صح؟ امي يمنيه بس انها اللي علمتها شلون تكتب سوريا جارتها فتعرف تكتب سوري. المهم فجت كتبت لي انت شو بكي ما بتردي علي. انا ما اتخيل امي كذا بالحركه اليمنيه كذا شو بكي ولا عربي ولايق. انت ليش ما عم تردي علي؟ ليش ما عم تردي؟ انت ما بتسالي وشك. اكمل ايش؟ فاقول لكم خالتي الله يسامحها رديت عليها. ها شو عم برد؟ قلت ويوم لا تطلعين بالانجاز. المهم قفطتني امي قفطتني. ايوه سكرت الباب. خلونا ناخذ راحتي الان. وعمل الخوف حتى الستان تخاف. شو يطلعني كذا؟ المهم فاقول لكم مشان الله انت ما بتردي علي. وارد عليها قلت لها ايش فيش؟ قالت لي من امتى مدري وش رحتي الرياض ما عم تحكي معي، ما عم تتصلي علي، ما عم تعرفي مين انا، ما اعرف شو. عرفت اللي السوري مكسر هذا هو. انا جبت هزيني قلت لها ليش هزيني؟ وش ايش فاصله علي؟ قالت لي انت ليش 25 يوم ما قلتي لي حتى السلام عليكم، ما حتى اتصلتي علي. قلت الله اكبر والواتساب وش الرسائل دي؟ قالت لا رسائل الواتساب غير، ليش ما تتصلي علي؟ انت بنت ضعتي وصعتي بس رحتي. المهم صار يعني النونو ما يعلمون، ما يحتاج ندخل في العميق الان. بعد هذا كله اكتشفت ان امي انا اتواصل مع امي بس اكتشفت انها مغبونه من السالفه. شو السالفه؟ ابوي تعبان الله يشفيه، بس اباكم تدعوا له ابوي بالشفاء الله يشفيه يا رب. خلاني امسك خطه وبالليل من النوع ابوي والله صدق تعبان بس من النوع اللي وشو بنتي اقول لها هلا هو طبيعي الحين يعني في الم بس طبيعي. خلاص قلت ما ادري وش صار. اول ما اجي يضحك في وجهي كيف حالك؟ الحمد لله الله يشفيه يا رب. ادعوا له بالشفاء ان شاء الله يعني بتزين الامور وبس. والله جاء وقت الان الكشخه.